ونروح بعد كده للمركز الثاني للفيلم اللي كسر هيبة الجيوش الصليبية، مونتي بايثون and the Holy Grail. فيلم من أوله لآخره هبل في هبل، وتبقى مش مستوعب هو اللي احنا شايفينه ده شايفينه فعلا ولا تهيأ لنا من كتر الهبل اللي في الفيلم. انسى بقى فيلم صلاح الدين والكلام ده لو ناوي تتفرج عليه، علشان هيعمل لك ايرور في دماغك والله. مونتي بايثون هي مجموعة ظهرت أول مرة في 1969 في برنامج أو مسلسل تلفزيوني كوميدي، وبعد كده وسعوا نشاطهم للأفلام وعملوا أفلام كتير جدا. اللي كتبوا وأخرجوا الفيلم ده كلهم شاركوا في أحداث الفيلم، زي جرايم تشابمان اللي طالع بدور الملك آرثر في الفيلم ده غير الباقي طبعا. والفيلم فاز ب3 جوائز وترشح ل3 جوائز تانية واتعرض في 1975. وقصة الفيلم ده متاخدة من قصة بريطانية قديمة ومعروفة، وبتحكي عن ملك بريطانيا العظمى آرثر هيجتمع بفرسان الطاولة المستديرة ويقرروا يدوروا على الكاس المقدسة. دي بقى القصة الأصلية، تحس ليها هيبة كده. لكن في الفيلم ده عرضوا القصة بطريقة يجيب للي قروا القصة شلل رباعي وتلعب لهم في دماغهم. يعني تخيل نقول ملك بريطانيا العظمى وتشوف الأشكال العرة دي باللي بيعملوه ده، هيبة القصة ضاعت وسط التهييس اللي بيحصل. بس للأمانة فيلم كوميدي جدا جدا الصراحة، بس لو خلقك ضيق وبتتعب من الغباء والهبل بلاش، ممكن تموت مننا، بعد الشر على الكل طبعا.